عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين معه أشداء على الكفار، يعني الذين معه من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وممن آمنوا به، من صفاتهم أنهم أشداء على الكفار وأنهم رحماء بينهم وأنهم ركعا وسجدا وأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وأنهم لا يتركون حق الله تعالى في الطاعة فترى وجوههم قد أنارها الله رب العالمين بسبب سجودهم لربهم جل وعلا. هذه الأوصاف التي ذكرها الله رب العالمين ذلك مثلهم في التوراة، يعني كونهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، يعني كزرع أخرج نباته الصغير أو فراخه الصغيرة، فآزره يعني شد، فاستغلظ أي شب وطال، فاستوى على سوقه يعني كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آزروه وناصروه وأيدوه حتى أتم الله رب العالمين به هذا الدين وحتى نصره الله رب العالمين على من أعداء، وكانوا رضوان الله تعالى عليهم سببا كبيرا، وكانوا رضوان الله تعالى عليهم سببا في نصرة دين الله رب العالمين مع النبي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه. وبعض أهل العلم قال هذه الأوصاف كلها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلها مذكورة في التوراة والإنجيل، يعني الآية كلها كل هذه الأوصاف مذكورة في التوراة وكلها مذكورة في الإنجيل. وبعضهم قال القسم الأول مذكور في مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة، القسم الأول مذكور في التوراة، والقسم الثاني من عند قوله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه هذا مذكور في الإنجيل. أيا كان الحال فكل هذه إنما هي من صفات رسول الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الراكعين الساجدين، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صادقين مع ربهم جل وعلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنار الله رب العالمين وجوههم بالطاعة وبالسجود لله رب العالمين، وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزروه حتى أتم الله رب العالمين به الدين. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن هذا الوصف لجميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كل هذه الأوصاف لجميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما نقل ذلك عن جمهور أهل العلم.